بيبدأ مسلسلنا بواحد شيك كده رايح حفلة أغلبها أجانب. أول ما بيدخل بيتغزلوا فيه مع إن كل واحدة فيهم واقفة مع قمر. بس هنقول إيه، وبتدخل واحدة جميلة وبتروح مع إنجازات، وهو بيقول لها هم عايزين يعرفوا انت مين، بس ما تتوتريش خالص. وبنعرف إنها مترجمة لغة إشارة ومش بتتكلم، وشغالة في قناة أخبار مع المذيع يوري، واللي بتبقى من معجبين بيكساون. بنروح لبيكساون واللي بيبقى الناطق الرسمي للمكتب الرئيسي، وبيكون في عملية خطف في البلد والخاطفين طالبين فدية، وهو بيطلع في مؤتمر ويقول لهم مفيش فدية، الحكومة مش هتدفع حاجة، احنا هنتصرف ونرجع الرهائن. هيجو وما بيقابلوا حماتها، واللي بتقول لهيجو أظن الوقت جه إنك تسيبي شغلك ده وتركزي على دعم حماكي عشان الحملة الانتخابية قربت. فأمها بتقول لها طبعا طبعا، هي أصلا كانت هتقدم استقالتها كده كده. وبتنزل هيجو عشان تروح وبتركب عربيتها وبتشغل الراديو، وفجأة الراديو بيقلب مع نفسه ومش مستقرة على إشارة، وهي مش عارفة توقف العربية خالص. وبتقف فجأة العربية، وبتيجي تفتح الباب عشان تنزل بتلاقيه مقفول مش راضي يفتح نهائي. وبتفتكر انها ترجمت قبل كده ان في حاجات بتتحكم في العربيات عن بعد، سواء تشغيلها او قفلها، فبتخاف اكتر. وبتلاقي واحد لابس اسود ومغطي وشه داخل عليها، ولوك العربية بيتفتح اول ما هو بيجي، وبيفتح العربية ويدخل. في رقم بيرن على بيك سواق من بره البلد، بيرد عليه وبيبقى متغير في الصوت وبيقول له هقتل مراته. فبيقفل وبيتصل بحماته بسرعة يسألها عنها، فبتقول له انها عندي وهرجعها بعد العشاء. بيطلب من الناس اللي شغالة معاه يتعقبوا الرقم بيتصل تاني، فبيقول له ايه قتلتها؟ قال له بجد هقتلها لك. قال له اقتلها، انت اصلا ما تعرفش مين هي مراتي. قال له ما تقفلش في وشي تاني، انا ماسك سكينة وهقتلها، تعالى نتناقش في فلوس الفيديو. قال له انا كده كده مش هدفع عون واحد، ريح دماغك بقى. فبيحاول يخنق هيجو بحد وبيرن عليه مش بيرد، فبيفضل يضرب بالسكينة في كرسي هيجو وبتتعور في رقبتها، وبيفضل يرن عليه فبيرد عليه وبيقول له بقول لك ايه، ما تهددش، مش قلت هتقتلها؟ اقتلها واديني رن. وبيقفل في وشه. هيجو يا عيني بتتضايق جدا للدرجة دي مش عايزني، وبتسمعه في الراديو بيقول انهم اتوصلوا لحل بالنسبة للرهاين وهيرجعوهم، فبتسوق بسرعة وبتبقى هتقلب العربية.